كام موهبة ماتت مش بسبب الفشل، لكن بسبب خوف صاحبها من رأي الناس، أو أصعب سجن ممكن تعيش فيه إنك تبقى خايف تظهر نفسك الحقيقية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دماغك رايحة فين. في ناس كتير جدا عندها موهبة، عندها فكرة، عندها حاجة ممكن تغير حياتها كلها، لكن للأسف مدفونة ليه؟ علشان خايفين، خايف يقول رأيه، خايف يفتح كاميرا، خايف الناس تضحك، خايف أول فيديو يطلع شكله غريب، خايف حد يقوله إيه الهبل ده. وده أكبر فخ ممكن تقع فيه، إنك تسيب حياتك كلها تتحدد بناء على رأي شخص مش هيفيدك أصلا. من وإحنا صغيرين اتربينا إن الغلط فضيحة، لو وقعت الناس هتضحك، لو جربت الناس هتحكم عليك، لو اختلفت الناس هتهاجمك. فبقينا نعيش نسخة آمنة من نفسنا، نسخة ساكنة مستخبية بتراقب الناس وهي بتنجح، لكن عمرها ما هتتحرك. والمؤلم إن معظم الناس اللي بتخاف تنزل فيديو أو تعرض فنها أو تبدأ مشروعها عندهم فعلا حاجة مميزة، بس الثقة عندهم مكسورة. اسمعني كويس، أي شخص ناجح دلوقتي في يوم من الأيام كان بيتكسف يبدأ. أي مشهور أول فيديو ليه كان ضعيف. أي رسام أول رسمة ليه ما كانتش كاملة. أي بقى متحدث أول مرة وقف فيها صوته كان بيتهز. الفرق الوحيد إنهم كملوا وإنت وقفت عند خوفك. قامت الناس بقت تخاف من الكومنت أكتر من خوفها إنها تضيع عمرها. واحد نفسه يغني لكن خايف من السخرية. واحدة موهوبة في الرسم لكن خايفة حد يقول طفولي. شاب عنده فكرة مشروع لكن مستني موافقة المجتمع الأول، وده مستحيل، لأن المجتمع عمره ما بيتفق على حد. حتى الناجحين بيتهاجموا، حتى المشاهير بيتسخر منهم، حتى المبدعين الناس شككت فيهم. فلو مستني لحظة إن كل الناس تدعمك، أنت مستني وهم. معظم الناس مش مركزة معاك أصلا، الكل مشغول بنفسه، بمشاكله، بخوفه، بشكله، بحياته. وحتى اللي بيتريق غالبا شخص كان نفسه يعمل اللي انت بتعمله بس ما عندوش الجرأة. التريقة أحيانا بتكون غيرة متنكرة. ابدأ صغير، مش لازم أول فيديو يبقى بيرفكت. ابدأ بتصوير بسيط، بصوت بسيط، بإضاءة عادية. الفكرة أهم من الكمال. اتقبل إن البداية هتكون ضعيفة. أول خطوة في أي نجاح شكلها محرج شوية، بس المحرج الحقيقي إنك تفضل مكانك سنين. ابعد عن طلب الموافقة، مش كل الناس هتفهمك، وفي ناس هتسخر مهما عملت. فابني حلمك مش صورتك قدام الناس. ركز على الشخص اللي هتساعده، يمكن فيديو منك ينقذ حد من الاكتئاب، يمكن رسمة منك تلهم طفل، يمكن موهبتك تبقى سبب رزقك بعد سنين. انت مش عارف تأثيرك قد ايه. الهواية ممكن تغير حياتك. ناس كتيرة بدأت كهواية وبقت مصدر دخل وشهرة وحياة جديدة. والتصوير والرسم والمونتاج والكتابة والطبخ وصناعة المحتوى والتعليق الصوتي كلها بدأت من شخص قرر يتحدى خوفه. مش شخص خارق هو، يعني شخص بدأ وهو خايف. لو عندك موهبة ومتردد تبدأ، اسأل نفسك سؤال واحد: بعد 5 سنين هندم على ايه اكتر؟ اني حاولت وفشلت، ولا اني ما حاولتش اصلا؟ الخسارة الحقيقية مش ان الناس تضحك عليك، الخسارة الحقيقية انك تدفن نسخة عظيمة منك علشان ترضي ناس عمرها ما هتعيش حياتك. يمكن الفيديو ده هو الإشارة اللي كنت مستنيها. ابدأ حتى لو خايف، حتى لو مرتبك، حتى لو محدش دعمك، لأن الثقة مش بتيجي قبل البداية، الثقة بتيجي بعد ما تواجه خوفك. واشوفكم في حلقة جديدة من دماغك رايحة فين. قولي في الكومنت ايه الموهبة او الفكرة اللي نفسك تبدأها لكن الخوف موقفك، وخلي اول خطوة تبدأ النهاردة. سلام.